هي قرف يا جماعه. في نادي انا اعرفه كان رايح يشارك في سنه 2002 في كاس العالم، والشركه الراعيه فلست، والبطوله الغيت خالص نهائيا، يعني حتى ما لحقوش يا عيني يركبوا الطياره يعني. لكن عظمه الاهلي، مجد الاهلي يا اخي، حظ الاهلي، قول لي زي ما انت عايز تقول، الاهلي ضمن المشاركه رسميا في كاس العالم 2025. ده حاجه بقى، بص كده، احنا نيجي بقى الكابتن محمود الخطيب واللي هيبقى ماسك رئيس النادي يماني يعيش بقى ساعتها، يبخر ويخمس عشان ما يحصلش فينا اللي بيحصل دلوقتي. احنا لما شاركنا في كاس العالم 2022 بصفه الوصيف، لما البطوله اقيمت في المغرب، خدنا شويه حسد من الجماعه اياهم بتوع هزاز الرؤوس، هزاز الاكتاف في قناه الزمالك. بص جايب اجلنا لحد النهارده مش عارفين نتاهل في دوري المجموعات. الدنيا ماشيه معانا، بص يعني شايفين الجانب الاسود بس ما شفناش الجانب الحلو. يعني كنا ماشيين بدايه الموسم كويس، ساعه ما رحنا كاس عالم حسدونا، وقعنا خالص في نهايه كاس العالم، وبعدين زي ما انت شايف القصه ماشيه ازاي، اللعيبه ماشيه بستر ربنا ساعتها يعني. فلذلك احنا لازم نبخر ونخمس لحد سنه 2025 عشان ما يحصلناش اللي بيحصل لنا دلوقتي في سنه 2023. عظمه ما بعدها عظمه، فخر ما بعد فخر. الاهلي هيشارك في بصفته بقى ايه، بصفته بطل 2021. احنا كايزر تشيف تحس ان البطوله العاشره دي ما كانتش واخده حقها. يعني البطوله التاسعه كانت واخد حقها، وانت بتكسب الغريم التقليدي بتاعك وبتاهل لكاس عالم وبتاخد الثالثه ساعتها برونزيه، يعني كنت واخد حقك فيها. لكن 2021 دي ما خدتش حقها، يعني تحس ان هي اتهضمت كده. فعم بيتسون انفرد بالرقم بقى ان هو وصل الاهلي 4 مرات دلوقتي بعد مانويل الجوزيه 3 مرات. وفخر ما بعد فخر يا جماعه. هي قرف زي ما بنقول، قرف فريق ما راحش ركب الطياره، ولا فريق مصر شارك في البطوله ديت، ولا شاف حتى ملاعب بتاعه كاس العالم، ولا حتى اسمه جه مع ريال مدريد. لكن انت بتشارك بقى تاني مره، هيبقى معاك ريال مدريد فيها، يكون معاك الوداد، هيكون معاك عمالقه في اوروبا، بطوله هتبقى كبيره جدا بنظام مجموعات طبعا. ودي حاجه ما بعدها فخر. ولذلك زي ما احنا بنقول لازم نبخر، لازم نخمس، عشان ايه؟ نحفظ العين بتاعتنا، نحفظ اللعيبه بتاعتنا من العين اللي اياها يعني. فبصراحه حاجه كويسه جدا الاهلي يبقى في كاس العالم سنه 25 ان شاء الله. 24 بقى نكون موجودين، 23 السنه دي ان شاء الله نتاهل، وصن داونز يعمل لنا حاجه كده. بمناسبه نتاهل، صن داونز بيريح 10 لعيبه اساسيين عنده، 10 لعيبه من عنده من القايمه لمباراه الهلال. الواحد بحث في العشرة دول، موجود منهم اتنين اساسيين، موجود منهم ماتيبا تقريبا اللي دخل فينا هدفين. لكن باقي اللعيبه لعب مباراه، لعب في الدوري. لكن بصفه عامه الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يكسب بس القطن، نعدي من مباراه القطن على خير باذن الله، نقدم مباراه طيبه كده وناخد ال3 نقاط، بغض النظر بقى عن مباراه الهلال وصن داونز، عشان ايه؟ يبقى شكلنا حلو في النقاط كده، ما يبقاش 4 نقاط. وان شاء الله الخير بيجي بعدها. انت اعمل اللي عليك والخير يجي. الحظ دايما بيجي معانا في البطولتين الاخرى دول، فقدرنا ان احنا نوصل للنهائي. احنا بنعول على كده ان شاء الله، الحظ يلعب معانا، الحظ يمشي معانا، التوفيق يكون معانا. ربنا بيحب الاهلي، احنا بنحب الاهلي، فالتوفيق ماشي معانا الحمد لله بفضل الله. فطول ما احنا بنعمل خير ربنا بيكرمنا يعني. فالاهلي خيره كتير، الاهلي فاتح ابواب كتير، فان شاء الله ان شاء الله تعدي معانا كده، وان شاء الله نعدي الادوار الاقصائيه، والاهلي هيكون شكله مختلف، الاهلي هيكون شكله حاجه تانية خالص ان شاء الله، هيكون شكله يفرح باذن الله. لذلك مباراه مهمه جدا قدام القطن. الاهلي البعثه هتسافر النهارده ان شاء الله، كان عندهم تدريب هيبقى الساعه 10، وبعدين على طول يطيروا على الكاميرون ان شاء الله. ربنا يبعد عننا الامراض والاوبئه والملاريا المنتشره في الكاميرون، ربنا يعدها على خير، والبعثه تعود سليمه بال3 نقاط بتوعهم، وعم كولر كده يكون موفق في التشكيل اللي هو هيحطه، واللاعيبه كمان تكون موفقه في المباراه. بعدها بقى نبص بقى على مباراه الهلال مع القطن، الهلال مع صن داونز، ودعواتنا بقى لصن داونز الشقيق صن داونز الحبيب ان هو يكسب الهلال. ان شاء الله ان شاء الله تكون حسابات تانية باذن الله. وكذلك زي ما قلنا الاهلي بيضمن المشاركه في كاس العالم 25. الدوري عايز الاهلي، الدوري بيحب الاهلي. شفنا طبعا تعثرات بيراميدز، شفنا تعثرات الزمالك، فلذلك احنا الفتره الجايه لازم نحسم الدوري بدري، عشان نبدا ان احنا نعد للموسم الجديد استعداد كويس جدا. المدرب يكون فاضي، اللعيبه عندنا اللي هي ما بتلعبش تشارك فتره كبيره جدا في الدوري في نهايه الدوري. ده هيكون كويس جدا لينا كاهلاويه، لينا كاهلي، بحيث ان احنا نقيم صح عشان الموسم الجديد نبتدي بكويس. ان شاء الله الفتره الجايه يكون الاهلي موفق، ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكون احسن حالاته، ان شاء الله الاصابات تبعد عننا. طبعا في مباراه القطن بنستعيد حسين الشحات، بنستعيد محمد عبد المنعم، لعيبه كبيره جدا هتكون راجعه من الاصابه، لعيبه مهمه جدا ما ينفعش نفقدها. حسين الشحات احنا فقدناه في مباراه صن داونز، وكان من افضل لعيبه الاهلي واحسنهم الفتره الاخيره، وكان ثابت في المستوى حتى بعد كاس العالم، رغم ان هو ضيع فرصه مهمه جدا قدام الهلال ما حدش مسامحه فيها. لكن
حسين الشحات يعتبر من افضل اللاعيبه في الفتره الاخيره اللي محافظ على المستوى، فبالتالي عودته في مباراه القطن هتكون مهمه جدا للخط الامامي. عمو كولر هيكون عنده بقى عناصر متاحه كتير جدا، فبالتالي ان هو يقدر يختار التوليفه الكويسه باذن الله. كل التوفيق للاهلي في مباراه صن داونز، كل التوفيق للاهلي في المباراه القادمه. مبروك للاهلاويه مشاركتهم في التاسعه ان شاء الله سنه 25، يا ترى مين يعيش، لكن مبروك للاهلي المشاركه باذن الله.